السلام عليكم، معكم ياسين إسحاق ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج سيرفي معنا، أول برنامج مغربي متخصص في رياضة السيرف. بعد ما هضرنا خلال الحلقات السابقة على كيفاش نشأت رياضة السيرف وانتقلت للشواطئ المغربية من خلال السنوات الأخيرة، اليوم غادي نوري لكم كيفاش غتمارسوا هذه الرياضة مع واحد من الأبطال المغاربة وانتم تعرفوا شكون، ويلا هو معنا. احنا مع جلال بومية، بطل من الابطال المغاربه اللي حازوا على مجموعه من الجوائز على المستوى الوطني والدولي. جلال، عرفنا براسك. جلال بومية من مواليد 1980، المزداد بالدار البيضاء، والحائز على العديد من الجوائز ناسيونال وانترناسيونال في مسابقات عديده دي كومبيتيسيون دو سورف. وديجا كان فات ليا وكنت بطل المغرب في سنة 2001 و2002 و2003. فوالا اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نقدروا نمارسوا رياضة السيرف وكيفاش نسيرفيو معنا. باش تسيرفيو خاصنا ثلاثة العناصر، وهو العنصر الأول الشخص خصو يكون باغي ومتحمس باش يعرف شنو هو السيرف. والعنصر الثاني وهي الموجة في المكان المناسب وتكون في الحجم المناسب. ولا بلونش ديال السيرف، يعني اللوح ديال السيرف يكون في الماتيريال المناسب والحجم المناسب باش نبداو السيرف. كاينين بزاف انواع ديال السيرف بورد، ولهذا اليوم غادي نشوفوا هذا النوع الخاص للتعلام، وهو السيرف بورد اللي عنده مادة خاصة ورطبه باش ما يتقصحش الانسان. هنا عندنا لو سيرفاس فين كيكونوا ناعسين الونجي، وكيكون الكونتاكت ما بين السيرفور ولا بلونش. وهنايا كما كنشوفوا عندنا لو سيرفاس دو لا غليس فين كيكون الكونتاكت ما بين الماء ولا بلونش باش كتكون. وهنا الماتيريال كيكون بلاستيك باش كتكون السهوله في تاخذ لا فيتاس السرعه. هنا كنشوفوا كما كنشوفوا هنا الامام ديال لابلونش المقدمه وهي لو نوز وهو الانف، وهنا المؤخره ديال لابلونش وهو لاغيير ديال لابلونش. من بعد كنجيو نشوفوا عندنا لي زيلغون وهو الاجنحه ديال لابلونش، كيكونوا ثلاثه ديال لي زيلغون ماده حتى هما رطبين باش ما نقطعوش شي واحد ولا نوعتو روسنا. وكما كنشوفوا هنايا عندنا ليش كنسميو هذا الليش، هذا القنبه، وهي حزام السلامات ديال لو سيرفور ملي كيكون وسط الماء. الا ما واجدش دير الحزام السلامات تقدر تضيع البلانشا ولا تضيع لينا. فوالا الطريقه ديال الرماج وهي نديرو هكا وكنشوفوا قدامنا مزيان وتور باش نعرفوا فين غاديين، وكنديروا طريقه مناسبه ومزيانه. كنديرو هكا كنمشيو قرب لا بلونش، ما كنمشيوش بعيد على لا بلونش باش ما نمشيش لينا ليكيليبر ديالنا. الا مشينا بحال هكا كيبدا لا بلونش كتبدا تزعزع وكيمشي لينا لا فيتاس. دونك خاصنا ديما نكونوا قراب من لا بلونش ونمشيو حتى الاخر. اون فوا هادي هنايا في الاخر لوطخ كتكون ديجا بلاصتي القدام باش نمشي للمرحله الثانيه. وما عمرنا نكونوا دايرين هكا ناعسين وكنراميو هادشي لا، ولا هكا ولا هكا. دونك الا هكا علاش لا ما كنعرفوش فين غاديين. دونك دي فوا نقدروا ندخلوا في شي واحد ولا دي فوا نقدروا ندخلوا في شي حيط. دونك خاصنا نكونوا مزيان عارفين اش كنديروا. دابا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش نوقفوا فوق لا بلونش. ملي كنشدوا الموجه خص ضروري الانسان يوقف، وهو بمعنى نسيرفيو واقفين. كيفاش نوقفوا؟ دائما كنحاولوا نحطوا اليدين ديالنا تحت لي زيبول. اون فوا يدين تحت لي زيبول كنشوف مزيان القدام
كنتفاعل باليدين، كنجيب لي جينو جيسكو لي ما، هوب هوب. كاينه طريقه اخرى وطريقه اسرع، وهي نفس الشكل، اليدين تحت لي زيبول، كندفعو، كنحاولوا نتجهوا شويه لليسار، الرجل اللورانيه عاده باش كتجي الرجل القداميه لقدام. دونك قلنا كندفعو، كنحاولوا نجيبوا الرجل اللورانيه ودائما كنشوفوا القدام ديالنا، عاده باش كنديروا الرجل القداميه. دونك كاين مراحل عده، وهو 3 مراحل. المرحله الاولى كندفعوا، المرحله الثانيه كنحطوا الرجل اللورانيه، والمرحله الثالثه كنجيبوا الرجل القداميه وكنحطوها في المكان المناسب. دونك دابا غنشوفوا الطريقه الاسرع، وهي اللي كيديرها جميع السيرفورة المحترفين او اللي عندهم شويه ديال ليكسبيريونس سيرف، وهو قفزه واحده كنحاولوا ننقزوا وكنوقفوا. اول حاجه كنفعوا، كنشوفوا ديما قدامنا ما كاين حتى واحد، واش لا فاغ الموجه واش مناسبه ولا لا. فوا كنشوفوا الموجه مناسبه كنقزوا نقيزه واحده، وهي الاسرع والاسهل للجميع والسيرفورة. كيف ما شفتوا مع جلاء مجموعه من المعلومات والتقنيات باش تمارسوا رياضه السيرف وتمكنتوا باش تشدوا اول موجه ديالكم. كنتمنى ان الحلقه الثالثه من برنامج سيرفي معنا نالت اعجابكم، على امل نتلاقاو معكم حلقات مقبله، وديما سيرفي معنا.